الحقن المجهري تقنية علمية حلت كتير من مشكلة تأخر الحمل. قبل ما نحكي لكم احنا بنعمل الحقن المجهري ازاي، مهم قوي ان اقول لك مين اللي لازم تعمل حقن مجهري. اول حاجه، لو حضرتك الانبوبتين مقفولين، انابيب فالوب مقفوله، خلاص انت مالكيش حل غير الحقن المجهري. لو عندك التصاقات في الحوض نتيجه التهابات سابقه او بطانه رحم مهاجره او شكله سيست او كومبليكيشنز حصلت في عمليه قبل كده والانبوبه مش قادره ان هي تلتقط البويضه، يبقى خلاص انت حل حضرتك الحقن المجهري. لو حضرتك عندك unexplained infertility، يعني حضرتك لفيت كتير على دكاتره ومش لاقيين سبب، يعني الزوج كويس والزوجه كويسه ومش مش قادرين يوصلوا للسبب، وده الانكسبليند انفيرتيليتي بيمثل من نسب تاخر الحمل 20%، ودي نسبه كبيره، يبقى خلاص ما تتعبيش نفسك كتير ونلجا للحقن المجهري. لو حضرتك الزوج عنده ازوسبرميا يعني ما عندوش حيوانات منويه، يبقى صعب ان احنا نوصل من الصفر الى ال 20 مليون، وهو الحد الادنى لحدوث الحمل بالطرق المنزليه العاديه، يبقى ما نضيعش وقت ونعمل حقن مجهري. طيب لو الزوج عنده سيفير اوليجوسبرميا، يعني عدد حيوانات منويه قليله جدا وتعرض لعلاج لفترات طويله ومفيش تحسن، خلاص نلجا للحقن المجهري. لو هرمونات الغده النخاميه للزوج عاليه، معناها ان التستس او الخصيتين اصبح فيها قله استجابه او حصل فيها سنه اتروفي، خلاص مش هيستجيب، ونخاف ان هو لو عنده 5 مليون او 4 مليون ينزل عن كده، فقبل ما الدنيا تضيع نجمد حيوانات منويه ونعمل حقن مجهري. متجوزه ليكي فتره طويله 8 سنين 10 سنين، ولفيت على كل الدكاتره واللي جرب واللي عمل اشعه واللي عمل منظار ومفيش حل، يبقى خلاص ما نضيعش وقت اكتر ونعمل حقن مجهري. لو حضرتك متجوزه مش من زمان بس سنك كبير، يعني عندك 35 36 سنه، مفيش وقت نضيعه للبحث والمحاوله وهكذا، لان احنا عايزين نجيب طفل وعايزين نجيب طفل تاني وممكن نفكر في طفل ثالث، فمن فضلك برضو نلجأ للحقن المجهري.